بقول لك ايه، عندك طفل شقي في العيله تعبت معاه ومش عارف تقعد منه، يبقى لازم تبقى عارف انه بياكل حلويات كتير. كم مره سمعنا الجمله دي؟ اكل الحلويات بالنسبه للاطفال وخصوصا الشوكولاته بيزود من طاقه الطفل وبيخليه اكتر شقاوه. دورنا هنا نصحح لك الخرافه دي. سامحني. ابنك لو جعان اصلا مش هيبقى عنده الطاقه انه يتحرك اصلا، ولكن لو شبعان هيقدر كويس جدا انه يتحرك ويمارس سلوكه بصوره طبيعيه وعاديه جدا. بيقول لك عملوا 12 دراسه علميه عشان تشوف مدى تاثير السكريات على الاطفال، لقت ان مفيش اي تغيير في السلوك بين الاطفال اللي بياكلوا سكريات والاطفال اللي مش بياكلوها. ولكن خلينا متفقين ان السكر باعتدال ده مفيد للاطفال، ولكن اغلب الاطفال للاسف بياكلوا سكريات كتير جدا وده بيسبب لهم سمنه وخمول، وبالتالي مش هيبقى شقي على عكس ما الناس بتعتقد. هو انت بتتاخر ولا ايه؟ واغلب السكريات اللي الطفل بيحبها بتسد نفسه اصلا عن الاكل الصحي. وكمان لو انت شربت عصاير مليانه سكريات او اي مشروب من المشروبات الغازيه كده اصلا مش هتلاقيه ان هو بيشرب ميه كتير. عشان نجيب الخلاصه ان المشكله مش في السكر، المشكله في الكميه اللي الطفل بياكلها. كمان السكر ده جاي له من ايه؟ فيا ريت تعود طفلك من صغره على المصادر الطبيعيه للسكر زي الفاكهه بكل انواعها كده، ويا ريت ما تتعودش انك تديله سكريات كنوع من انواع المفاجاه او المكافاه على اي حاجه حلوه هو عملها. مش معنى انك تمنعه من كميه كبيره من السكر انك كده بتحرمه، ولكن احيانا الحرمان ده بيبقى في صالحه. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. استنونا في حلقات وخرافات جايه كتيره. سلام عليكم.